الأزهر الشريف لم تكن يوما في أعمدة أو حجارة أو بنيان فقط، بل في أرواح السادة العلماء الأولياء العارفين المخلصين. فعندما تمر به أو تذكره لا يمكنك أبدا أن تنفك عن وصفه الشريف فتقول الأزهر الشريف. ولا أجد أبدا فيما قيل أعظم مما قال شوقي رحمه الله حين قال: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع مليا واقض حق آئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أزهرنا معمورا مباركا. وخير ما نستهل به هذا الحفل المبارك مع القرآن الكريم خير كلام وأعظم تنزيل مع كتاب الله تعالى وفضيلة الشيخ بشير فرج القارئ بالإذاعة المصرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة